قال لك البي في سي عزل وطالعين بالبي في سي حاجه عاليه. البي في سي كويس، منع اتربه، منع كل حاجه. ولقيت الحقيقه غير الشغل اللي موجود. يعني قال لي بي في سي عازل للصوت. ده الصوت في الشارع تقدروا تسمعوا بنفسكم. ولا عازل صوت ولا اي حاجه. طبعا ده ازاز دبل، يعني حضرتك شايف ازاز دبل وسامع الصوت بره عامل ازاي، مفيش اي كتم للصوت. دي كلها اصوات في الشارع داخله عندي. طبعا انا عامل كاتم للصوت عشان يمنع لي الصوت من بره. الكلام ده ما بيتحققش في البي في سي. دي حاجه. الحاجه التانية الشباك، لو حضرتك لاحظ من هنا في فروقات فيه. تقريبا القايم مقوس ولا مش عارف في ايه، مقوس زي ما حضراتكم شايفين كده، مقفول من فوق او اسم النص مقفول من تحت. مش عارف ده العيب ده جاي منين. طبعا ده مخلي الاحكام الضلفه ما بتقفلش كويس. تمام كده. انا عندي برضو هنا مشكله. يدخل هواء ويدخل تراب ويدخل كل حاجه من الفرق ده. يعني الفرق ده ما بين الضلفتين بيدخل لي تراب، بيدخل. لو حضرتك تلاحظ فيه النور داخل منه اهو، ده كله بيدخل تراب وبيدخل هوا. يعني مفيش عزل ولا في اي حاجه. بصراحه انا مش عارف هما بيعملوا الدعايه دي ازاي. زائد ان الفينش بتاعه مستواه شويه مش تمام، مش اللي هو. هوريكم برضو في شباك تاني حاجه تانية. ده المفروض في شباك تاني الرابر اللي هو منع الاتربه. يعني زي ما بيقولوا بيطلع من مكانه. يعني كل ما بقفل الشباك هو بيصد في حاجه ويطلع من مكانه. مفيش اي احكام ولا اي حاجه في الشغل ولا اي ضمير خالص في البي في سي. هنا ده برضو المفروض ان الشباك ده بقفله الاخر، مفيش بيرد في حاجه، مفيش قفل. مش سلس في القفل ولا الفتح. تمام كده. الرابر برضو بتاعه طالع هنا من مكانه مفيش اي فتح. طبعا قافل من تحت وفاتح من فوق. تريحه البي في سي مريح. هنا برضو قال لك المجرى دي ستانلس عشان العجل بيمشي عليها. المجرى الستانلس طالعه من مكانها، مش راكبه. انا مش عارف انا بقى البي في سي مشكلته ايه، ولا بيعملوا عنه دعايه وهميه ولا ايه بالظبط على النت. قال لك منع اتربه. انا عندي التراب هنا من قلب البي في سي. كل المنطقه دي بتدخل تراب طول اليوم. انا البيت اتردم تراب من خلال هنا. ده غير ان الشباك ذات نفسه مريح من النص. يعني مع المساحه التثبيت الواجهه كلها كده مفيش اي متانه خالص في البي في سي زي ما بيقولوا معانا. تقل الحركه في الشغل، الصفاره، كل ده مش. دي كمان الشغل يعني مفيش متانة. الواجهة الجدار كله بيتهز. يعني مفيش اي ثبات في الشغل. مش فاهم انا ده برضو المفروض طبيعي ولا دي مشكلة في الشغل عندي، مش عارف.